السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نبدأ بالصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كي دايرين الحباب؟ كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله وتكونوا في اتم الصحة والعافية. الوصفة ديال اليوم جبت لكم الدجاج مفور معمر بالشعرية الصينية والكبدة ديال الدجاج والزيتون مقطع، وفي نفس الوقت مي كنفوروه كنحمروه في الفران كيجي رائع وغزال. هذا هو الدجاج اللي يحمر لك وجهك قبالة ضيوفك. انا هنايا ما قدمتوش معكم في طبق التقديم حيت هذه طلبيه عندي ديال الدجاج، ما قدمتوش وانتم كيبقى لكم الاختيار والابداع ديالكم كيفاش تقدموه. يلا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندنا هنايا 3 ديال الدجاجات بطبيعة الحال كتكون غسلتوهم مزيان وملحتوهم في الملحة والحامض واحد المدة ديال ساعتين أو 3 سوايع. وفلحت الصدر ديال الدجاج كما كتلاحظوا معايا، فلحتو فلحات متعددة باش كندخلو فيه شرمولة ديالنا اللي هي القزبر، قبطة ديال القزبر مقرضة، وعندي راس ديال الثومة حتى هويا منقي وحاكاه. بامكانكم ديروا شرموله هنايا ديال المهراز الا بغيتو، انايا فضلت نستعملها هكا. وعندي الشعريه الصينيه من بعد ما رقدتها في الماء سخون. عندي 2 معالق ديال السكينجبير، 2 معالق ديال الخرقوم، عندي 2 معالق ديال الفلفله حمراء، معلقه ديال الابزار، وعندي واحد 2 معالق ديال الياغورت الطبيعي، ومعلقة كبيرة ديال الهريسة ممتلئة، وعندي واحد 2 ضامات ديال البنة ديال الكنور وضامة ديال البنة ديال الزعفران. صافي هنايا ما كنستخدمش الملحة حيت الضامة ديال البنة كتكون مالحة. كنخلطو الكل مع بعضياتو مزيان. على فكرة كديروا حتى معلقة ديال الموطارد الا بغيتو. صافي هنايا من بعد ما خلطت الشرموله مع واحد نص كاس ديال الماء وربع كاس ديال زيت المائده. هذه هي باش كنخلط ديك الشرموله. صافي كنبدا نشرمل مباشره الدجاج ديالي مزيان مزيان. على فكره هنايا شرملت الدجاج بالليل، ضروري تبيتوه مشرمل باش كيجيكم شارب الشرموله وكيجي لذيذ ومقرمش. هنايا كيف ما قلت لكم بديت كنشرمل الدجاج، من بعد ما شرملته كامل ديك الشرموله المتبقيه اللي بقات معايا غنزيد عليها ديك الكبده ديال الدجاج اللي حتى هي كتكون مغسوله مزيان ومملحه، وزدنا عليها الزيتون مقطع، زدنا عليها داك الشعريه الصينيه كنقطعوها حتى هي بالمقص شويه، وكنزيدو اختياري واحد المعلقه كبيره ديال صوص صوجا وشي شويه ديال الهريسه الا كنتو كتفضلوا تجيكم العماره حاره، وكتزيدوا شي شويه ديال الحامض مصير مقطع. راه استعملته حتى في شرموله، نسيت ما قلتها لكمش. الحامض مصير حتى هو قطعته في شرموله، ضروري باش كيعطي داك البنه للدجاج. هنا من بعد ما ساليت التشرميل ديال الدجاج غندير عليه بلاستيكه اولا فيلم الومونتير، وغنخليه يبات ليلة كاملة. في الصباح درتو يتفور، من بعد ما تفور معايا وطاب تقريبا كنستفو في اللاطة وكندهنو بالزبدة وموطارد والهريسة. معلقة كبيرة الزبدة ومعلقة كبيرة ديال الموطارد وواحد المعلقة صغيرة ديال الهريسة، كنخلطوهم وكندهنو بها الدجاج ديالنا وكندخلوهم يطيبوا في الفران. انايا غطيتهم بابي كويسون باش كيجيو محمرين معانا مزيان، ومهلت عليهم الفران. انا عندي غير فران ديال الغاز مهلته عليهم وخليتهم ياخذوا حقهم في التحمار مزيان باش كيعطيوكم هاد النتيجه هادي. كيجيو محمرين ومقرمشين وواخدين حقهم، كيجيو غزالين. صدقوني غير جربوا هاد الطريقه ديال الدجاج هادي غادي تنال الاعجاب ديالكم انا متاكده. كيف ما قلت لكم انا هنايا غنجمعهم، ما غنقدمهمش معاكم في طبق التقديم، وكيبقى طبق التقديم ساهل. كتفرشوا الطبق ديالكم بالخس وكتزينوه بالخضر سوطي. نتوما انا متاكده العيالات راه كيعرفوا يبدعوا في هذا الشيء. ودرت معاهم واحد شويه ديال الجزر وبطاطا هما مفورين بشويه ديال الكمون. كانت هذه هي الوصفة ديالي معكم، دجاج مفور ومحمر في الفران. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنساوش تبارطاجيو الوصفات مع الاهل والحباب. الى وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.